العناوين البارزة للدخول المدرسي هذا العام هو مدارس الرياضة. أنا بغيت نفهم ما معنى مدرسة الرياضة؟ أنا يمكن نقول هذه مدرسة الرياضة يمكننا نقولوا هي نموذج لمدرسة الغد. هي مدرسة اللي بغينا أولا يكون الاهتمام بالتلاميذ هو الاهتمام الأول. التلاميذ اللي عندهم صعوبات، اللي عندهم تعثرات، يمكن يكون واحد الدعم استدراكي لهذه التلاميذ. مدرسة الرياضة أكدت أيضا، ركزت على الأستاذ. الأستاذ التكوين ديالو أولا، وهذا تم في يونيو كان حصه ديال التكوين ديال الاساتذه، وغادي يتم في شهر نوفمبر حصه اخرى ديال التكوين الاساتذه اللي هما معنيين في مدارس الرياضه. فاش كيتكونوا هاد الاساتذه في مدرسه الرياضه؟ ملي كتكلموا على انه حصص لتكوين موجهه لاستاذ في مدرسه الرياضه، هو ماشي تكوين نظري، هو تكميل. حنا اشتغلنا على عده بيداغوجيه خاصه بهذه المدارس، واشتغلنا باش نواكبوا الاستاذ بالوسائل. تنعطيوه ايضا، تنجهزوا القسم بواحد الميسلات فيديو بروجيكتور، تنعطيو الاستاذ واحد الحاسوب، تنعطيوه موارد رقميه. في كاين هذه المدارس الرياضه هل تشمل؟ هي 630 موجوده في كل اقليم. فيها مدارس اللي هي في المجال الحضاري، فيها مدارس اللي هي في المجال القروي، واللي كلها تهم غير الابتدائي. تقريبا 12000 ديال المدرسين رجال ونساء التعليم واطر التربويه والاداريه، وتتهم تقريبا واحد 320 الف تلميذ.